مرحبا. وصفة اليوم هي صينية بتشبه البيتزا، بس ما فيها عجينة أكيد، ومكوناتها عن جد مغذية أكتر وشهية، وبنفس الوقت فينا نقول عنها اقتصادية. أول شيء مكونة يعني المادة الرئيسية فيها هي البطاطا. هون أنا عندي تقريبا كيلو بطاطا قشرته ورح أبرشه على الناحية الخشنة من المبرشة. بنبرش كل حبات البطاطا بهالشكل هاد، ومنحط وعاء جنبنا فيه مي، والبرش تبع البطاطا دغري مباشرة بنرفعهم وبنحطهم بقلب المي. بنخليهم كل الوقت تقريبا بالمي لحتى يجي وقتهم منه، هيك بنتخلص من الكمية الزايدة من النشا، وكمان بنغسلهم تقريبا يعني مرة واحدة. إذا هلا من كملت كل برش البطاطا، شايفين هاي برش البطاطا، بتركهم هيك بالمي لحتى كمل تحضير باقي الخضار. عندي كمان 3 جزرات بس صغار، يعني بيطلعوا تقريبا جزرتين وسط، كمان قشرتهم وهلا عم ابرشهم نفس الشيء. هاي الصينية حلاوتها انه فيها كمية من الخضار، والخضار يعني الغنية بالفيتامينات، لذلك كتير مفيدة، وخاصة اذا في بالعيلة اطفال كتير هيك لذيذة ومشهية. اذا هلا عم ابرش الجزر، كمان برفعهم هيك وبحطهم بصحن على جنب. بدنا تقريبا بصلتين حجم كبير فينا نقول او وسط، هدول ما رح نبرشهم، بنفرمهم فرم ناعم. هاي المكونات بالنهاية ما حتبين أبدا، يعني لما ناكل القطع تبع هاي الصينية ما منحس إنه بمكوناتها كان داخل بصل وجزر وهالقصص، بيبين فعلا كأنه عجينة، وعم ناكل عجينة كأنها بيتزا، بس أكيد طعمة مختلفة. خلصت تقطيع البصل، هلا بجيب الفليفلة، آخر شي الفليفلة. فيكن تجيبوا ألوان، 3 ألوان مثلا، قطعة حمراء وواحدة خضراء وواحدة صفراء. هون عندي قطعتين، واحدة خضراء والثانية ملونة شوي. كمان بفرمهم بشكل ناعم، وهيك بنكون فرمنا كل الخضرة. هلا بدنا نروح نطبخهم شوي صغيرة قبل ما نشكلهم بالصينية. كمان بحط الفليفلة بصحن. هلأ بمقلاية على النار بضيف شي 4 ملاعق من الزيت النباتي، وأول شي رح أضيف البصل الناعم اللي فرمناه. حركهم هيك شي دقيقتين حتى يدبلوا شوي، بعدين بضيف الفليفلة. كمان هيك منحركهم شي دقيقة دقيقتين مع بعض. هلأ منضيف الجزر المبروش، منحركهم، منخفف النار شوي، وهلأ رح نروح لعند البطاطا اللي نقعناها بالمي. بدنا نعصرهم ونتخلص من المي تماماً. بهاي العملية مثل ما قلت لكم بنكون تخلصنا من النشا الزايد، ومنه غسلنا برش البطاطا مرة واحدة. هلأ لما نضيف برش البطاطا على الخضار ما رح نطبخهم كتير، برش البطاطا دغري بتستوي لما نحطها بالفرن، لذلك هي هلأ الإضافة على الخضار فقط من شان أول شيء تاخد من طعمة الخضار، كمان يعني نملحهم كلهم ونضيف البهارات لهم كلهم سوا، فما رح نطبخهم مع الخضرة غير شي دقيقة دقيقتين مو أكتر. هلأ منضيف ملعقتين صغار من الملح، منحركهم شوي، منضيف هلأ الملح والبهارات، ملعقتين صغار من الملح لأن لسه ما ملحنا شي،
وملعقة صغيرة فلفل أسود، وملعقة صغيرة من السبع بهارات. طبعا فيكم تضيفوا أي نوع بهارات بتحبوه، بس أنا حسيت هدول يعني كافي. فيكم تضيفوا أوريجانو مثلا، أنا ضفت الأوريجانو آخر شي على الصينية، هيك رشيتها مثل لما نرش صينية البيتزا. شايفين ما بطبخهم كتير أبدا، بس دقيقة دقيقتين. هلأ فضيهم بوعاء تاني منشان دغري يبردوا، أو على قليل يصيروا فاترين. وهلأ بدنا نحضر الخليط السائل. بدنا 3 بيضات، نص ملعقة صغيرة من الملح، وكمان رشة فلفل أسود. بنخفقهم شوي صغيرة، ومنضيف لهم هلأ كوب من الحليب السائل. منحركهم شوي. هلأ بدنا نضيف الطحين بنفس الكوب تبع الحليب. أنا رح أضيف كوب ونصف من الطحين متعدد الاستعمالات، وبننخلهم مثل ما انكم شايفين. وكمان رح أضيف ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات أو البيكنج باودر. ومنحركهم شوي. فينا نضيف مثلا بقدونس مفروم، أنا ما ضفت كتير بس ملعقة منشان ما تطغى طعمة البقدونس على كل باقي المكونات. وكمان هون لازم نضيف شوية زيت، شي 3 ملاعق، لأنه مثل ما شفتوا بالمقلاية ما ضفنا كتير زيت، أحسن ما تطلع القطع يعني لما تستوي ناشفة. هلأ صار الخليط السائل جاهز. مثل ما انكم شايفين بيكون أخف أو مرق أكتر من خليط الكيك اللي بنعمله بشوي. إذا كان شوي جامد بتضيفوا ملعقتين 3 مثلا حليب سائل أو مي، المهم يكون بهالقوام هذا اللي شفتوه. هلأ بنضيفهم فوق الخضرة ومنحركهم كتير منيح. يفترض تكون الخضرة اللي طبخناها على قليلة فاترة، بس مو سخنة كتير. منحركهم كتير منيح. أنا هلأ بهالوقت المفروض نشغل الفرن، شغلته على درجة حرارة 180، ومنشغله هالفترة أول شي من الأسفل فقط. وحطيت الصينية بالوسط مثل ما انكم شايفين. بأسفل صينية الفرن مديت ورقة زبدة، وكمان عم ادهنها بشي ملعقة من الزيت النباتي منشان القطع لما تستوي ما تلزق أبدا. هلأ منمد الخليط بشكل كتير منيح بالصينية ومنسوي سطح. تقريبا بتاخد وقت بس نص ساعة أو 25 دقيقة أول مرحلة. دغري بنشوف لما نشوف الأطراف تبع الصينية صار لونهم ذهبي أو شقروا، بيكون استوى من الأسفل. هون بنطلعها يعني بعد 25 ل 30 دقيقة. هون بدنا شي 100 غرام، نص وقية تقريبا من الموتزاريلا، برشتها برش خشن أو أشقوان. بنوزعهم هيك على وجه الصينية. هلأ بدنا نشغل الشواية فقط من الأعلى شي 10 دقايق. كمان منزين بالطريقة اللي بدنا إياها مثل البيتزا تماما. فيكم تحطوا المكونات بندورة، شرائح فليفلة. حتى أنا يعني قالوا لي إنه ليش ما كان لبق لها كتير الزيتون الأسود أو الزيتون الأخضر. بتحسوا عن جد نفس المكونات تبع البيتزا بتلبق لها، رغم إنه هي عجينتها هاي من البطاطا. شايفين هلأ بعد 10 دقايق حطيتها تحت الشواي طلعت بهالشكل هاد. فينا آخر شيء نقطعها، فينا بعد ما نقطعها نزينها مثلا بالأوريجانو، ونزينها بالبقدونس المفروم، ونرش شوية أوريجانو. كتير طعمتها ظريفة ولذيذة، والقطعة متماسكة بسهولة، بتنقام القطع ما ملزقة أبدا. ومثل ما شفتوا مكوناتها كتير مغذية. شايفين ما أحلاها لما هيك نرفعها من الصينية ونحطها بصحن التقديم، مرتبة بشكل ولذيذة بشكل. ومكوناتها كتير مفيدة،
مثل ما شفتوا كمية من الخضار، وكل الخضار مغذية، الجزر، الفليفلة، البطاطا، كمان جبنة في بروتينات، يعني شاملة لكل العناصر الغذائية. فيها مواد دسمة، بروتينات، مواد نشوية، نشويات، وفيتامينات أهم شيء، ومناسبة كتير للأطفال مثل ما قلت لكم، ولكل أفراد العيلة. وكمان هيك بتشبع، يعني قطعتين بتحسون وجبة كاملة. بتمنى تكون نالت إعجابكم هاي الوصفة اليوم، وألف صحة وهنا مني أنا هنا.